ازيكم يا جماعة؟ أكيد طبعا كتير منكم لاحظوا العنوان اللي أنا حاطه على صورة الفيديو جعلوني مجرما. أحكي لكم بس اللي حصل. أنا كنت بتفرج على ماتش الأهلي، وعشان أنا عايش في أمريكا دايما مواعيد الماتشات بيبقى عندكم بالليل، عندي أنا بيبقى الظهر. فماتش الأهلي كان عندي الساعة 1 الظهر في عز الشغل، وأنا كنت شغال في شركة وبسوق تريلات. فماشي بقى وحاطط الكيس اللي هو فيها ماجنتيك للتليفون ومثبتها قدامي وبتفرج على الماتش. معظم الوقت ما كنتش بيزي الصراحه، فقاعد بتفرج على الماتش قريب، بس جه في لحظات كده لازم اتحرك واحرك تريلات حوالين المكان واجيب حاجات تبع الشغل يعني. فطبعا قاعد عمال اتفرج، الكرة عماله تيجي لطاهر في الشوط الاولاني بيعمل حاجات غريبه، يعني مش عارف يوقف الكرة حرفيا، فعمال يا ابن بعد كده بقى جت في واحده جات له اللي هو المفروض يجري بيها لقدام، فخبطت في كعب رجله فرجعت لورا 2 متر، فقلت ينعل ثبيت. كفر اهو رقم واحد. فانا باصص للتليفون وببص قدامي، مفيش مسافه 15 متر والله العظيم في واحد من الشركه بيعدي هيموت. التريلا اصلا انت مش هتدوس على الفرامل هتقف. فطبعا التريلا قعدت تسحب في الارض واتعمل جاك نايف اللي هو التريلا اتلوحت. الراجل كان هيموت. كنت هقتل بني ادم بعد ما ثبت الدين. فكفر وجريمه قتل. فرقه الاهلي جعلوني مجرما يا جماعه. وبعدين قعدت تخيل لو كل ده كان حصل، مثلا الراجل ده مات وانا مت ولسه شاتم شتيمه عشان ماتش كوره. لا، فبعد كده انا وقفت وخليت حد يجي يغطيني وكملت الماتش بره. عايز اقول ايه؟ حتى انا لما عملت اللايف بعد المباراه، بعد بقى ما رجعت الشغل، كنت متنرفز جدا لو الناس بصت على اللايف. ما كنتش فارق معايا بقى ان اعمل اديتنج والناس تشوف الفيديو ولا لا، باين ان انا بسوق وكرشي طالع والدريكسيون باين وحاجه اخر، بس كان لازم اتكلم كلمتين بعد الماتش. إيه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ احنا بقالنا سنتين ما بنلعبش كوره. هو انا مستني قد ايه عشان طاهر؟ انا لسه مجدد لطاهر ب 10 مليون في السنه. يعني طاهر ده يبوس ايده شعر ودقن، يعني انا ليه جددت له اصلا؟ اللاعب ده بقى له 5 سنين ما قدمش حاجه الا لقطات. جون في كاس السوبر الافريقي السنه اللي فاتت، اول النص الاولاني من الدوري لعب كويس، النص الاولاني من الدوري لعب كويس، وبعد كده اتصاب وغاب. ده احنا قارناه بزيزو لما كان في الزمالك، ده احنا قلنا انه احسن من زيزو، فعلا في الوقت ده كان احسن من زيزو لان زيزو السنه الاخيره ما كانش حلو مع الزمالك، واتخذ منتخب وجاب جون مع المنتخب. بس يعني هو ده اللي عمله. وبعدين بيلعب على طول يا اخي، يعني انا نفسي افهم ليه عشان بيموت نفسه في التمرين، بيتكلم لغات، بياكل ودن المدربين الاجانب. مشوها يا جماعه، مشوها يا جماعه. في لعيبه، بص، عشان نخلص من الازمه دي، انا قلت اول ما اتعمل الجلاكتوس، ولو ترجعوا الفيديوهات القديمه في الشورتس تحديدا، قلت ان انت تجيب اسامي كبيره قوي بالشكل ده، وكبيره هنا كمان مش كبيره في المقام، كبيره في السن. انت عندك فرقه كلها قدام فوق ال 30، وعايز تجدد لحسين الشحات؟ لا، ما تجددش لحسين الشحات. انا عارف، انا اكتر واحد بيحب حسين الشحات، وقلت انه احسن من زيزو وهو احسن من زيزو. انما يا جماعه، جيل القضيه خلاص، جيل القضيه كان بياخد فلوس معينه، حصل ترانزاكشن بعد تعويم الدولار، والفريق الجديد بقى ياخد فلوس تانية. واحد شبه امام لسه بادئ طريقه معانا، بالتالي لازم هو يبقى اعلى لاعب في الفريق. لازم. خلاص الاهلي هيغير سياسته والجيل ده بيفنش، فانت مش هتديله نفس الفلوس. يعني مش هدي قفشه مثلا 50 مليون جنيه في السنه، مش هدي حسين الشحات مثلا 30 40 مليون جنيه في السنه. خلاص الناس دي خدت حقها في وقتها، وخدت اعلى فلوس في وقتها، خدت اعلانات وخدت جماهيريه وخدت نفخ، وخدت التقدير اللي تستحقه في زمن السوشيال ميديا اللي موجود دلوقتي. والا بقى نرجع ابو تريكه نديله بقى فرق الفلوس، ما هو اللي عملوه الناس دي كان جبار وكانوا بيمتعونا كوره. وده يرجعني للكوره. انا كل ما افتكر كلمه ابو تريكه وافتكر تريزيجيه ابن النادي، الكره البلانش يا جماعه اللي ما رضاش يشوط، اللي تمسك ان هو يشوطها في ماتش ميامي، ومن هنا كانت البدايه. عارف كده شبه اخر لقطه في الحلقه الاخيره من في اخر مشهد في الحلقه الاولى من برنامج جيم اوف ثرون للناس اللي بتحب المسلسلات. انا يعني الناس اللي شافت المسلسل لاول مره، في لقطه كده في اخر الحلقه، هي دي اللقطه اللي دايما بيجيبوا عليها كوميكس، ومن هنا كانت البدايه وابتدى موسم عظيم. وفعلا كره تريزيجيه دي من هنا كانت البدايه اللي ودتنا في 60 داهيه. تحس ان الفقر مسكنا. هل ابو تريكه كان هيعمل ده يا جماعه؟ الاهلي اولا. وده يبينك ان ابو تريكه ان تريزيجيه جاي بروح انا عايز ابقى انا نجم الفريق، انا اللي اخد كل السكسيه. مع ان انا شايف ان تريزيجيه عامل شغل كويس، مش سيء للدرجه يعني.
الراجل جايب 5 عرضات يا جماعه، احنا ده نحس متعاقد مع النحس، بيعملها مع المنتخب ومع الاهلي. 5 عرضات من ساعه في الدوري، كان زمانه هداف الدوري لغايه دلوقتي، وجايب 4 اهداف. وزائد ان هو مركزه تريزيجيه مع بن شرقي ما يلعبوش مع بعض. تريزيجيه وبن شرقي ما يلعبوش مع بعض. المهم انك لازم تخلص من جيل القضيه. جيل القضيه بيبخ طاقه سلبيه، هم حاسين ان هم مش متقدرين. قفشه لاوي وبوزو، بيتقال ان شناوي مش راضي، استبعد الماتش اللي فات عشان عنده شد في الضمه، بس هو مش عايز يقعد احتياطي لشوبير. الشناوي خلاص يا كابتن محمود، انا عارف انك عايز تعينه اداري وان هو رفض النصر وفلوس كتير. انت اصلا مجرد انك تلعب في الاهلي ده شرف ليك. انت ضحيت لاجل الاهلي، ده اختيارك يا حبيبي، ما كنتش ضحيت. حسين الشحات، انت ضحيت لاجل الاهلي، ما كنتش ضحيت، انت خدت جماهيريه. الناس دي معظم الوقت بتاكل ببلاش، الناس دي معظم الوقت بيتعمل لها ديسكاونت، الناس دي معظم الوقت ما بتقفش طوابير وحياتها بتتسهل بسبب شعبيتهم، سواء لعيبه الاهلي او لعيبه الزمالك. وبالتالي ما تزايدش عليا، انت خدت حقك خلاص. الشناوي، انا مش متخيل ان الشناوي بمستواه ده يلعب مع مصر في كاس العالم، الا اذا في كاس الافريقيه. اصل حسام حسن هيلعبه عشان هو بيؤمن بالتفاؤل والتشاؤم، وهو بيتشائم من احمد الشناوي بتاع بيراميدز اللي هو حرفيا متالق في الدوري، متالق في بطوله افريقيا مع بيراميدز. فعداله السماء ان هو يلعب دلوقتي، وهو اصلا حارس دولي من صغره. هجوم على محمد شكري، انا يعني صفحات الاهلي عماله، انا يا جماعه شايف محمد شكري كويس، انا اسف، انا شايف الولد كويس، الولد بيرفع كويس، مفيش مهاجم يترجم الكورتين 3 اللي رفعهم، بيرقص كويس، دوره الدفاعي تعبان، وهو معلول كان بيدافع كويس. ده احنا دلوقتي محمد شكري ده اصغر من ما احنا جبنا معلول، يعني معلول جبناه 26 سنه، محمد شكري اصغر منه. سيبوا له الفرصه يا جماعه، سيبوا له الفرصه. طبعا محتاجين وينج باك شمال تاني، لكن الولد هيدي. انما احنا من اول ماتش واحنا بنحكم عليه ليه؟ ما ندي ولادنا فرصه. كوكا برضو، كوكا مركزه الاساسي نص الملعب، احنا معظم انتقادنا لكوكا لان هو بيلعب ناحيه الشمال، هو مش باك شمال، انما في نص الملعب معظم الوقت بيأدي حاجه تانية. لو مروان عطيه غاب مين بيعوضه؟ ديانج. شفتوا عمل ايه في الماتش الاخير؟ شفتوا لما الفرقه كلها اتقدمت قدام بتروجيت هو كان بيرجع يغطي ازاي بسرعته؟ طب ديانج ماشي، هتعمل ايه؟ هل كوكا هيقدر يقوم بالدور ده لو مروان عطيه اتصاب؟ هل احمد رضا هيقدر يقوم بالدور ده؟ عندك مشكله في نص الملعب، انت محتاج لاعب افريقي تاني مكان ديانج يا باشا. وانا عايزك تتخيل ديانج لو راح مع يوريتيتش في بيراميدز هيعمل ايه؟ تخيل بس. زيزو برضه، هجوم على زيزو وان هو ما بيعديش احنا عارفين ان زيزو ما بيعديش 1 على 1. هو الفرق بين زيزو وطاهر ايه يا جماعه؟ ان طاهر خياله واسع ويتخيل ان هو يقدر يعمل حاجات هو جسمه ومهاراته ما تقدرش تعملها. انما زيزو راجل عارف امكانياته، راجل بيجري، لو لقى الدنيا ضيقه مش هيخاطر ويرقص وتتقطع منه ويضر الفرقه. انما ده الراجل في خرم ابره ممكن يرفع لك كوره خطيره. الراجل رفع 20 كوره الماتش الاخير، حرفيا 20 كوره، وكلهم اترفعوا صح. انت اللي ما عندكش مهاجمين. ما هي دي كانت قوته في الزمالك بقى، هو كان يرفع والناس تخش جوان. بص كام اسيست، انتوا ما بتحسبوش الرفع اسيست؟ هتقول لي ما انتوا يا اهلاويه كنتوا بتقولوا كده وهو معانا. لانك كنت بتقارنه بحسين الشحات، ده بروفايل تاني. حسين الشحات برضه بيعرف يرفع، بس صناعته للاهداف مش معتمده على الرفع. شفت الكره اللي لعبها لمحمد شريف؟ اي حد طبيعي كان هيبازي الكره دي على الوينج اليمين ناحيه محمد هاني، انما هو لعبها في عمق الملعب، يعمل لك الغير متوقع. ده مش عندي زيزو. زيزو ممكن يشوت، ممكن يلتحم، ممكن يزيد جوه منطقه الجزاء، قريب شويه من مؤمن زكريا، وان كان مؤمن زكريا طبعا مهاراته اعلى، انما زيزو متقن اللي بيعرف يعمله، سواء الرفع، سواء التحركات، سواء الشفتات اللي بيعملها من اليمين للشمال. ادواره البدنيه قلت بعامل السن وهتقل اكتر. الاهلي لازم يخلي باله 2029 لو وصلنا كاس العالم محدش من دول هيبقى موجود اساسا، فلازم نفكر من دلوقتي. وبص البيراميدز، قطه وزلاكا هيبقى عندهم كام سنه في 2029 هيبقوا في قمه عطائهم، فخلي بالك. النهارده بعد ماتش الزمالك اللي تعادل، وانا مش شايف يعني الناس هايصه على الفيسبوك وعلى الفيديوهات والناس عامله شورتات. يا جماعه احنا منافسنا بيراميدز، انا اسف. النادي الزمالك كان زمان نقول لو بيلعب لوحده في الدوري هيطلع التاني، مع احترامي والله النادي الزمالك، يعني الزمالك كل الفرق اللي ضيع قدامها نقط السكواد بتاع الزمالك اقوى منهم، وظروفه الماديه اقوى منهم. ما تقوليش بقى مفيش فلوس والهكس ده، التمثيلات اللي بيعملوها عشان ارض 6 اكتوبر. ده اكتر نادي في افريقيا جايب صفقات 7 مليون يورو على ترانسفير ماركت.
جايب 8 اجانب بيدفع لهم بالدولار، لان الفلسطيني بيدفع له بالدولار. فما تكلمنيش بس نظام الصعبانيات اللي هم بيعملوها. فابراهيم عبد الجواد بيقول لك الزمالك ادى ماتش برده قليل شبه الاهلي. لا معلش، الاهلي تعادل لكن الاهلي كان ممكن يكسب 3 و4. هي ضاعت كور، احنا بس بنلوم على الرعونه، احنا بنلوم عن اللي باين ان اللعيبه مش حابه بعض. انما ما تقوليش الاهلي عنده اخطاء اداريه، انك تمشي محمد عبد المنعم كان بياخد 5 مليون ودلوقتي ممكن ترجعه اعاره ب 150 مليون، مليون ونص دولار حسب ما بيتقال. طب انت كنت تزوده من الاول. انك تمشي مدافع خبره قبل كاس العالم كان هو اللي شايلك السنه اللي فاتت زي شبه رامي ربيعه بسبب هجوم السوشيال ميديا عليه وسمع للسوشيال ميديا. فمعلش يا استاذ ابراهيم عبد الجواد انا اسف. وبعدين الاستاذ كابتن احمد حسن وكابتن ايمن يونس عمال يقولوا كان المفروض الحكم يبص على الفار على ضربه جزاء البنك الاهلي اللي هو رجله مهروسه، هو لف ومش عارف ايه. هو مش المفروض ما يتكلموش في التحكيم يا جماعه؟ مش المفروض ما فيش كلام في التحكيم في الاستوديوهات التحليليه؟ ولا هو للزمالك بس؟ وهي ضربه جزاء صحيحه وكله عمال يطبل عشان الريس جوه، الريس بتاع القناه يعني، واللي ماسكين القناه بيشجعوا الابيض شبه ما قالت لميس الحديدي قبل كده، بيشجعوا الابيض. وده يرجعني للي قاله النهارده بلال علام. طبعا برضو كله بيطبل للرئيس، رئيس القناه. بيقول ايه؟ جمهور الزمالك اللي بيحضر رغم كل الظروف، ومفيش جمهور تاني يعمل كده. عشان احنا امبارح كنا بنلوم ليه جمهور الاهلي مش موجود، احنا عندنا مشكله مع الجمهور. ولسه ياسين منصور كان بيتكلم اصل معلش في 74 ماتوا، ويعني في كلام ان هم ما تحاسبش اللي قتلهم، وان في مشاكل، وفي لسه شباب ممسوكين بال10 سنين بقى لهم في السجن واهاليهم بتعيط، في ناس من الثانويه العامه وهي جوه. ففي مشكله. فانت ما تجيش تستغل الموضوع، خصوصا ان انت عارف ان انا شعبيتي جوه الاكبر، وان انا لما بطلع بره الاستادات بتبقى متقفله. السعوديه بقى، الامارات، قطر، امريكا، وانا كنت موجود في امريكا وشفت. وبيجي لك ناس بتشجع، انا شفت لبنانيين ومغاربه وشفت توانسه كانوا بيشجعوا الاهلي، كانوا جايين مع الاهلي. هي دي الشعبيه يا باشا. وريني بقى انت هتعمل ايه في الامارات؟ اهو ماتشك هيتلعب الساعه 9 بالليل، وريني هتملى الاستاد ولا لا. مش معقوله مفيش زملكاويه كفايه وسط المصريين يملوا الاستاد في الامارات. هنشوف. هو ده يا بلال علام الجمهور، هو ده الجمهور. ما تقوليش جمهور الزمالك ما كانش موجود، اصلا ما كانش بيتلعب في الكليه الحربيه، اصلا ما لعبش 3 مرات العصر زيي. انا طب ليه ما سالتش نفسك ليه جمهور الاهلي في اسكندريه بيبقى اكتر من جمهور الاهلي في القاهره؟ انتوا عارفين وبتستعبطوا يا جماعه. التطبيق يا جماعه من ساعه ما احمد الطيب عمل الفيديو بتاع واتكلم على سعد الصغير بيشجع الاهلي وهاني شاكر بيشجع الزمالك، وبقت موضه بقى ايمن الكاشف بقى يقعد يطبل للاهلي وبلال علام يطبل للزمالك، وبقت ماشيه كده، وبقى التعليق المصري زي الزفت. ما فهمش الا شلبوكه، بغض النظر عن يعني تحفظاتنا على شلبوكه. نروح بقى الحاجه اللي قبل الاخيره اللي عايز اتكلم فيها. طبعا الاسبوع اللي فات حصل كذا حوار عشان انتخابات الاهلي اللي هي محسومه يعني، بس انا وقفت عند 3 حاجات. سعد شلبي اللي هو المدير التنفيذي للنادي قال حاجات، مثلا ان الاهلي بيشترط في اللائحه التنفيذيه بتاعته ان يبقى في اشراف قضائي، رغم ان هو غير مطالب بكده. يعني انت لو ما جبتش اشراف قضائي دوله مش هتقول لك انتخاباتك باطله، دي حاجه. برضه في اللائحه التنفيذيه لازم ربع الحضور اللي هينتخبوا يصوتوا بنعم للقايمه، رغم ان هي قايمه موحده. وتحس ان الاهلي عامل سيستم عشان يتاكد ان الناس اللي قاعده على الكرسي دي هي انسب ناس ومتوافق عليها من الجمعيه العموميه. ده سيستم شغال من ايام عمر لطفي مؤسس النادي الاهلي. بمناسبه ان بتاع ايطاليان زملكاوي الفخراني المريض، يعني انا مسميه مريض، كان كاتب بوست معناه يعني ولا في سعد زغلول ولا في عمر وطني ولا في عمر لطفي ولا في وطنيه، كل ده كلام كذب وما حصلش يا جماعه. هي دي بقى الحاجات اللي بتجنهم، الحاجات بقى اللي هي بقى نادي القيم والمبادئ، اللي هي الحاجات بقى اللي هي الاهلي بمنحدر والكلام ده. وده اللي بيخليهم دايما يضغطوا علينا في الموضوع ده لغايه ما تبقى ان مبادئ حبل يتلف على رقبتنا. وده اللي انا عايز اقوله للكابتن محمود الخطيب، بلاش الافراط في استخدام الشعارات، بلاش الافراط في استخدام الشعارات. يعني انا لما الضماط يقول لك انا الكابتن محمود الخطيب لمني لما قلت ان انا اجيب طياره انا والجرحي للفريق، ما يجيب يا عم طياره، ما هو بيشجع الاهلي. ما تركي الشيخ ما يدعم الاهلي، ما هو اهلاوي، ما كان زماننا احنا اللي عندنا كينو ومينو والناس دي كلها، وفي اطار يرضي جميع الاطراف. ما هو دي الاسيتس بتاعتك لغايه ما يبقى في احتراف شبه بره.
لان انت الوحيد اللي مهيأ. وده يعني تحفظي الوحيد على الكابتن الخطيب الصراحه، اللي هو برضو قال لك ان كان في ازمه ماليه في 2023 ومش لاقيين ندفع بسبب ازمه الدولار، وخدنا الارض وعملنا الفرع، وطلع الكابتن محمود الخطيب زي ما قال خالد مرتجي، طلع قال يا جماعه احنا هنفتتح النادي كده في شهر 6، وخد القرض ب3 سنين. وبناء على الفيديو اللي عمله الكابتن محمود الخطيب الاناونسمنت بتاع افتتاح الفرع، الاهلي جاب عضويات بمليار ونص جنيه، تخيل. فسدنا 300 مليون جنيه اللي احنا خدناهم قرض قبل الميعاد ب5 شهور بس، ولا فوائد بقى ولا بتاع. نختم بقى بموضوع دونجا. موضوع دونجا ومجله الاهلي، مجله الاهلي قالت بصوا للايميل ولا ارجعوا للايميل ولا مش عارف ايه. اتحاد الكوره بيرد على الزمالك الايميل ان هو قال لك ان دونجا ما توقفش وما جالناش. هم عارفين ان هو موقوف، هم عارفين ان هو موقوف. وعمر ابو العز اللي هو الاداري في مجلس اداره الزمالك اللي كان موجود في الجهاز الفني السابق قال ان احنا اتبعت لنا الايميل. لكن هم يا اخي سبحان الله قمه البجاحه، يطلعوا ده الراجل ضاربين واحد شغال في الامن برتبه عميد في الشرطه الاماراتيه، ضربوه واتسجنوا وجالهم عفو رئاسي من الامارات بعد تدخل جهات حكوميه، ورغم ذلك بيأوحوا بيقول لك المفروض ان هو ما يتوقفش، ويقارنوا ده بحسين الشحات. يقول لك ايه، حسين الشحات ضرب الشيبي، ما انتوا كنتوا مع الشيبي المغربي، دلوقتي دول مصريين وده واقفين مع المغربي ضد المصري. وبعدين حسين الشحات بقت عليه اللائحه وتوقف ماتشين. مش ممكن الجنان اللي هم يا جماعه يا جماعه ده الحاجه بتبقى واضحه مليون في الميه وبيزوروها، وترجعوا تقولوا لي ما تتكلمش على الزمالك. ما هو ده يا جماعه اللي بيطلع في الاعلام، ما هو ده اللي بيعمل التعصب، ما هو ده يا حبيبي اللي بيعمل التعصب. زي النهارده في يلا كوره كلهم عمالين يشتموا الحكم بتاع النهارده، لازم نطلع بيان ضد التحكيم. فكتبت بوست لواحد، طب ما تطلبوا حكام اجانب. مش الاهلي انسحب ها عشان الحكام الاجانب وانتم ما بتطلبوش حكام اجانب؟ على العموم لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب وما تنساناش في التعليقات، وشكرا على متابعتكم يا جماعه والف سلام.